بيبدأ الفيلم في الفضاء مع مركبة فضائية متدمرة، وجواها كان في عالمة اسمها أتكنز، واللي كانت هي وفريقها بيعملوا اختبار على فار صغير، بس التجربة فشلت منهم والفار اتحول لحيوان ضخم ودمر المركبة وقتل كل طاقم المركبة ما عدا أتكنز. هي الوحيدة اللي قدرت تنجو بحياتها حتى الآن، وكانت متجهة لكبسولة الهروب وبتتواصل مع مركز التحكم وبتحكي لهم اللي حصل. بس المديرة بتاعتها اللي اسمها كلير بترفض إن أتكنز تهرب وبتقفل الباب اللي بيوصل لكبسولة الإنقاذ، وكلير بتأمرها تجمع العينات قبل ما تهرب وبتقول لها يا تهربي بالعينات يا إما تموتي. هنا أتكنز ما كانش عندها حل تاني وبتضطر تروح للمختبر وبتاخد 3 عينات من المادة اللي اسمها كريسبر. لكن في الوقت ده الفار العملاق بيوصل وبنفهم إن مادة كريسبر حولت الفار لحيوان شرس وضخم جدا، فأتكنز بتتجه بسرعة ناحية كبسولة الهروب، وكلير بتفتح لها الباب وبتقدر أتكنز تخش جوه الكبسولة بنجاح. الفار حاول يكسر باب الكبسولة وأتكنز بتفصل الكبسولة عن المركبة الفضائية وبتتجه لكوكب الأرض. بتشوف من عندها المركبة وهي بتتدمر، لكن للأسف شدة النار بتكسر إزاز الكبسولة وبتموت أتكنز وال3 عينات بيقعوا في الأرض. وفي كوكب الأرض بنتعرف على فريق مكون من 4 أشخاص، والقائد بتاعهم اسمه الدكتور ديفيز، وبياخدهم لمحمية سان دييغو اللي عايش فيها بعض الغوريلات. والفريق بتاع ديفيز لأول مرة بيشوفوا الغوريلات عن قرب، وكان في غوريلا جديدة انضمت للمحمية اسمها بافو، وكان باين انه عدواني جدا وبيضايق بقية الغوريلات لانه اول مرة يتفاعل مع حيوانات زيه. وديفيز بيطلب من الفريق يكونوا حذرين جدا وهو بيتعاملوا مع الغوريلات، وبيتقدموا شوية وبيخشوا المحمية وبيتكلم مع بافو بالإشارة، وطريقة ديفيز بتنجح وبافو بيهدى تماما. لكن بمجرد ظهور غوريلا عملاقة اسمها ماك بافو بيتعصب تاني، وديفيز بيأمر فريقه ما يتحركوش من مكانهم. بس كونر مش بيسمع الكلام وبيخاف وبيطلع يجري، فبافو بيجري وراه علشان يضربه، لكن بيتدخل ماك وبيطير بعيد. وبافو بيخاف من ماك وبيتراجع، وبيطلع ان ماك وديفيز صحاب جدا. وديفيز بيطمن صحابه بيقول لهم ماك طيب جدا وبيحب الضحك، وبيقول لهم كمان ان ماك هيكون لطيف مع بافو لان بافو لسه صغير. وبيحكي لهم الصيادين قتلوا عيلة بافو كلها، وبنعرف ان ماك ده اخر غوريلا موجودة من الفصيلة بتاعته. وبعد ما خلصوا شغل ديفيز بيتحرك بعربيته وبيرجع لبيته. بالليل بنشوف في السماء ال3 عينات اللي وقعوا من كبسولة أتكنز، وبنشوف اول واحدة وقعت عند قطيع من الذئاب، وفي ذئب استنشق المادة كلها، والعينة التانية وقعت في بحيرة تمساح، وفي تمساح اكل العينة بالكامل. اما العينة الثالثة فوقعت في محمية الغوريلات، وماك شم ريحة المادة بالكامل. تاني يوم ديفيز بيجي للمحمية بسرعة عشان يبلغوا ان ماك مش كويس وبيعمل تصرفات غريبة وهمجية، وزميله نيلسون بيقول له ماك اقتحم قفص الدببة. ولما بيروحوا سوا لقفص الدببة بيلاقوا ماك قتل دب بالفعل، وديفيز بيشوف ماك مستخبي في الكهف فبيروح يتكلم معاه بالإشارة بالراحة، وماك بيتأسف انه قتل الدب. وماك كان حاسس بالخوف وبيخرج من الكهف، وديفيز بيتفاجئ ان حجمه زاد بشكل ملحوظ. ديفيز بيقلق منه وبيهديه وبيخليه يخش الكهف، وكونر بيبلغهم في اللاسلكي علشان يجوا على غابة الغوريلات. ولما بيروحوا كونر وأمي بيوروا لديفيز عينة مادة كريسبر، بس هما ما كانوش لسه يعرفوا ايه المادة دي. وبنروح لولاية شيكاغو مع كلير صاحبة شركة انرجين، ودي المديرة اللي كانت بتكلم أتكنز في البداية، واخوها بريد كان متعصب لانهم فقدوا عينات مادة الكريسبر. بس كلير بتعرف ان ال3 عينات نزلوا الارض بالفعل، وبتوري له خبر هبوط 3 نيازك للارض، فاحنا لازم نروح لل3 اماكن دول ونجيب العينات بنفسنا. وبيعرفوا انهم يتواصلوا مع شركة عسكرية علشان يتولوا مهمة احضار العينات. وبنشوف الفرقة العسكرية وهي بتجهز وبيركبوا الطيارة ورايحين على مكان اول عينة اللي وقعت عند قطيع الذئاب. بيوصلوا وبيلاقوا العينة فاضية، وبيبلغوا الكلير بكده وبيعرفوها ان كل الذئاب اللي في المنطقة ماتت، وواضح ان في ذئب واحد بس هو اللي قتلهم. كلير بتفهم ان الذئب ده تعرض لمادة كريسبر، فبتأمر برج يقبض على الذئب ده بأي شكل وعايزاه حي او ميت. والفريق بينفذ الامر وبيتحركوا ورا مكان الذئب، وبيقدروا يشوفوه بيتحرك ورا الشجر. وبرج ضربه بالنار واعتقد ان الذئب كده وقع، فبيهبطوا بالطيارة علشان ياخدوا جثته. وبيخشوا الغابة بس مش بيلاقوا الجثة، بيشوفوا آثار ضخمة جدا لرجلين الذئب وبيتصدموا من حجم الرجلين. واثناء وهم بيتكلموا بيظهر الذئب وبيقتل واحد فيهم. بيحاولوا يضربوا عليه نار بس هو كان سريع جدا، وبيرجع لهم وبيقتلهم واحد ورا تاني. وكلير بتدرك انهم كلهم ماتوا، وفعلا
وفعلا مش بيتبقى منهم غير بيرج، وبيشوف جثث زميله مقتول، فبيؤمر زمايله اللي على الطيارة يجوا ياخدوهم، وبعدها بيطلع يجري في اتجاه الطيارة والذئب بيطارده. فالجندي اللي على الطيارة بيضرب الذئب بالنار، الذئب بينط في الهواء وبيبان حجمه الضخم جدا وبيدمر المروحية، والطيارة بتقع وبتتدمر. وبعدها بيروح ياكل بيرج وبيقتله، بينما ديفيز كان حبس مايك في قفص، ونيلسون عمل تحليل دم الماك، وديفيز بيتصدم من نتيجة التحليل وبيشوف هرمون النمو زاد في دمه بشكل غريب وسريع جدا، وده يفسر له ليه حجم مايك بيزيد. ونيلسون بيقول له ده مش مايك اللي احنا عارفينه، لازم نبلغ الحكومة عنه لانه اصبح خطر علينا. وديفيز كان رافض الفكرة علشان خايف الحكومة تقتل ماك، وبيقفوا قدام ماك وبيوعده انه هيبحث ورا الموضوع لحد ما يفهم ايه اللي حصل. بعدها بنتعرف على عالمة اسمها كات. كات كانت عالمة سابقة في شركة انرجين، وبتشوف الاخبار بتتكلم عن تحطم مركبة فضاء وعن العينات اللي وقعت في الارض، ومنهم عينة وقعت في محمية سان دييغو. والاخبار كانت بتتكلم كمان عن الغوريلا ماك وانه قتل الدب. فهي بتقرر تروح لمحمية سان دييغو وبتقابل ديفيز وبتقول له انا شغالة في شركة انرجين وكنت شغالة على عينة كريسبر اللي اثرت على الغوريلا ماك. ديفيز بياخدها للقفص اللي محبوس فيه ماك وبيعرفها انه وزنه زاد 40 كيلو في خلال يوم واحد بس. وديفيز بيطلب منها تفسير للي حصل، فهي بتعرفه ان مادة كريسبر دي هي خليط بين الحمض النووي لحيوانات تانية زي القروش والحيتان والفهود، وده اللي خلى ماك يلم بسرعة كبيرة ويبقى عدواني جدا، وبتقول له انها الوحيدة اللي تقدر تشفي ماك. فجأة ماك بيتعصب وبيكسر القفص وبيهرب ويخرج للمحمية، وبينتشر الذعر ما بين الناس، وبيخرج للشارع وبيدمر العربيات بضربة واحدة بس، والناس بتترعب لما بتشوف غوريلا بالحجم ده في الشارع. الشرطة بتوصل علشان تضربه بالنار، بس ديفيز بيتدخل وبيقول لهم ان هو المختص بالتعامل مع الغوريلا وانه هيسيطر على الموضوع، بس نزلوا اسلحتكم. ويتكلم مع ماك ويبدأ يهديه بلغة الاشارة، والضباط بينزلوا فعلا اسلحتهم، لكن في ضابط من الطيارة بيضرب ماك بسهام فيها مهدئ. ماك بيفقد الوعي وبيقع على الارض. وبالليل المباحث الامريكية بتقبض على ديفيز وكات عشان بيتهموهم في التجارب اللي اتعملت على ماك، وبيقابلهم العميل راسل اللي قبض عليهم وقبض على ماك وعايز تفسير لكل حاجة حصلت. بس ديفيز بيطلب يقابل ماك دلوقتي علشان عاوز يطمن عليه، فراسل بيتريق على ديفيز لانه مصاحب غوريلا وبيتواصل معاها. وبعدها الشرطة بتنقلهم هما التلاتة بطيارة، وديفيز بيلاحظ ان الجروح عند ماك بتلتئم لوحدها وبسرعة، فكات بتقول له ان كل ده بسبب مادة كريسبر عشان فيها حمض نووي للفار الافريقي، والفار ده بيقدر يجدد الخلايا بتاعته. وراسل بيخش عليهم وديفيز بيقول له ما ينفعش ننقل ماك على طيارة لان كده في خطر على حياتنا كلها. بس راسل مش بيهتم لكلامه، بيقول له الغوريلا تحت تأثير المخدر وهو مخدر قوي جدا فمش هيفوق دلوقتي خالص. وبيستجوب كات بخصوص مادة كريسبر وبيقول لها في زيه تاني اسمه رالف، وبيوريهم فيديو لحجم رالف. فديفيز بيقول له ان ماك ملوش ذنب في كل اللي حصل واحنا محتاجين نعالجه، وكات هي اللي هتقدر تعالجه لانها شغالة في شركة انرجين. بس راسل بيعرفه الحقيقة وان كات كانت شغالة في شركة انرجين لكنها مشيت من سنتين ودخلت السجن لمدة 13 شهر علشان سرقت منهم بعض البيانات. ديفيز هنا بيتصدم من كات وبيسألها اذا كانت هتقدر تشفي ماك ولا لا، وهي بتتأسف له وبتقول له لا مش هقدر. ديفيز بيصاب بالاحباط ومش بيثق فيها. وعلى الناحية التانية كلير بتعرف ان كات اتقبض عليها، بس هي بتشك ان كات بتدي الشرطة ادلة علشان توقع شركة انرجين، وبتفكر في خطة معينة. وبتطلع للسطح، بتروح لشركتها وبتروح لجهاز بيطلع موجات راديو. وظيفة الجهاز ده انه يجذب الثلاث حيوانات للمبنى، وبعد ما يجوا الجيش هيقتلهم. وبعدها كلير تحصل على الحمض النووي للحيوانات دي علشان تقدر بعدين تبيع الحمض النووي بملايين الدولارات، وبالطريقة دي هتتخلص من كيت كمان، لان لما موجات الراديو تشتغل ماك هيدمر الطيارة علشان يوصل لجهاز الراديو. وفعلا بتبدأ في تشغيل جهاز الراديو، ورالف بيحس بالموجات وبيتوقف عن تدمير العربيات وبيتحرك في اتجاه الموجات، بينما ليزي التمساح اللي اتحول بتبدأ تتحرك هي كمان ناحية الموجات. اما ماك اللي كان واخد مهدئات بيبدأ يفوق ويتحرك بعد ما حس بالموجات، وبيفوق من المهدئات وبيتعصب وبيدمر القفص وبيتحرر منه. والضباط بيضربوا عليه نار بس مش بتأثر فيه، وبيقتلهم كلهم وبيدمر المكان حرفيا ومحدش عارف يوقفه. راسل بيطلع سلاح قوي وبيضرب عليه نار، بس ماك بيجيبه على الارض بكل سهولة. وديفيز حرر نفسه واتكلم مع ماك بهدوء ونجح في انه يهديه، لكن لما الضباط ضربوه بالنار بيتعصب تاني وراح ضرب
الضابط ده وضرب النار جاي في الذخيرة، فحصل انفجار في طيارة وهي مجرد وقت وطيارة بتقع وتتحطم. ديفيز وكيت بيحاولوا يتماسكوا وماك كان رايح يقتلهم بس في عربية بتقع عليه وبتبعدوا عنهم، وبعدها ديفيز وكيت بياخدوا الباراشوتات وديفيز بياخد راسل معاه اللي كان فاقد الوعي. بيفتحوا الباراشوتات وينجوا من تحطيم الطيارة والطيارة بتتدمر وبتنفجر وماك جواها. ديفيز بيتضايق عليه جدا ومعتقد انه خلاص مات، لكن لما بيهبطوا مش بيلاقوا جثة ماك وبيلاقوا آثار لرجليه، يعني هو قدر يعيش وهرب كمان. راسل بيشكر ديفيز علشان انقذه وبيعرفهم ان المباحث دلوقتي رايحين شركة انرجين عشان يحققوا مع كلير. وعلى الجانب الاخر كلير بتبقى محبطة علشان كات عاشت، والضباط المباحث بيوصلوا علشان يفتشوا الشركة. كلير بتسمح لهم يفتشوا كل حاجة، بيبدأوا في تفتيش المختبر، وكلير بتقول للضابط بارك ان كات هي السبب في كل حاجة وهي المسؤولة عن الحيوانات اللي ظهرت في الشوارع مؤخرا، وهي بتبرأ نفسها وبترمي كل التهم على كات. وبنرجع لديفيز وكات وهي بتتأسف لديفيز عشان كدبت عليه، فديفيز بيقول لها هو ده طبع الإنسان، بيكذب علشان يوصل للي هو عايزه. البشر ممكن يعملوا أي شيء علشان يوصلوا للي هم عايزينه، وعلشان كده أنا بحب الحيوانات علشان ما عندهمش نفس العيوب اللي عند البشر وما بيعرفوش يكذبوا. ديفيز بيحكي لها إنه شارك في حروب كتير عشان يوقف الصيادين اللي بيصطادوا الحيوانات، وفي إحدى الحروب دي في أفريقيا لقى ماك مستخبي تحت عربية وكان لسه صغير ساعتها، وشاف بعينه الصياد وهو بيحاول يقتل أبوه وأمه وفعلا بيقتلهم عشان يبيع الغوريلا الصغيرة اللي هي ماك بفلوس كتير. وحكى لها كمان ازاي هو رجع وانقذ ماك، واكيد بتقول له انه معاه حق ان بشر كتير مش كويسين، بس مش كل البشر كده، وبرغم ان البشر قتلوا ابو وام ماك بس هو وثق فيك وكان بيحبك. وكيت بتفهمه ان هي اللي صنعت مادة كريسبر، وبتقول له ان كان هدفها بالمادة دي انقاذ الحيوانات اللي في القطب الشمالي من الانقراض، وكمان علشان تنقذ اخوها من الموت لان جاله سرطان وما كانش فيه حاجة ممكن تشفيه، بس هي كانت واثقة ان مادة كريسبر هتشفيه. وبعدها جت كلير وطلبت تشغلها في شركتها، لكنها اكيد سرقت منها مادة كريسبر علشان تخلي الحمض النووي بتاع الحيوانات كسلاح ليها. ولما حاولت تدمر المادة لبستها تهمة السرقة ودخلتها السجن لمدة 13 شهر، وفي خلال فترتها في السجن أخوها مات ومعرفتش تودعه. ديفيز بيتأثر بكلامها وبيقرر يثق فيها تاني، وبعد شوية بتوصل طيارات المباحث وبتاخدهم لمقر الجيش وبيقابلوا العقيد بلاك، وراسل بيقول له احنا لازم نستعين بمساعدة من ديفيز وكات لأن ديفيز اللي ربى ماك، وكات كانت شغالة في شركة انرجين وهي اللي صنعت المادة اللي حولت الحيوانات دي لكائنات ضخمة. بيتحركوا سوا في اتجاه واحد، فكات بتقول ان في شيء بيستدعيهم لانها حطت الحمض النووي بتاع خفاش في مادة كريسبر، والخفاش بيتحرك ورا الصوت اللي بيستدعيه، فبالتالي ماك ورالف هيعملوا اي شيء عشان يوصلوا للاشارة ويوقفوا الجهاز ده. ديفيز بيقول انهم لازم يعملوا اخلاء لمدينة شيكاغو، والحيوانات دي مهما تضرب عليهم نار مش هيحصل لهم حاجة علشان بيجددوا الخلايا بتاعتهم. بس العقيد بلاك بيرفض الرأي ده، معتقد ان الجيش هيعرف يوقفهم، وبيقول لديفيز وكات انتوا هتفضلوا هنا عشان هيتم استقبالكم وهيجي الجنود ويقضوا عليهم كلهم. وبمجرد ما وصلوا المدينة شافوا عربيات الجيش وشافوا الاتوبيسات اللي هتمشي الناس، بس بعد ثواني وصلوا الحيوانات ومعاهم بيبدأ الدمار يحل على المدينة. بيهدوا المباني، بيدمروا العربيات وطيارات الجيش، والجيش بيحاول يضربهم بأقوى الأسلحة بس مفيش فايدة، مفيش حد عارف يوقفهم. واللي بيخلي الأمور أسوأ إن الجيش بيعرف إن في حيوان ثالث بيقرب، وده كان التمساح ليزي. والتمساح بيخرج من المية وبيكشف عن نفسه. الكل كان في حالة ذهول أول ما شافوه لأنهم أصلا مش قادرين على اتنين، فما بالك لما يجي لهم حد تالت. وجنود الجيش بيضربوا بأقوى الأسلحة، بس على مين؟ التمساح بيضربهم برجله كأنهم حشرات، والثلاث وحوش نازلين تدمير في المدينة كلها. ديفيز بيدرك إن مفيش حاجة توقفهم إلا المصل، والعقيد بلاك بيؤمر بإحضار القنبلة الأم. راسل بيقول له القنبلة دي لو اترمت هتمحي مدينة شيكاغو من على الخريطة. بس في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي ديفيز وكات وصلوا المدينة وبيدوروا على طريقة لإيقاف الوحوش، وكلير هنا بتكتشف إن خطتها فشلت ومفيش طريقة لإيقاف الحيوانات، فكانت هتهرب هي وأخوها. بس بالصدفة بتشوف ديفيز وكات على الكاميرات كات قدرت توصل للمصل وخدت 3 عينات، بس في اللحظة دي بيخش عليهم كلير وبرايت. برايت رافع عليهم السلاح، وكلير بتقول لهم المصل ده مش هيرجع الحيوانات لحجمهم الأصلي، هو بس هيقلل عدوانيتهم شوية. كلير بتاخد منها عينات المصل تحت تهديد السلاح، وبرايت بيأمرهم
يتحركوا حالا. ولما ديفيز رفض كلير بتضرب ديفيز بالنار في رجله. ديفيز بيقع وبرايد وكلير بياخدوا كات معاهم. وبعدها كانوا ال3 وحوش وصلوا لمبنى الشركة، وكلير واللي معاها كانوا هيركبوا خلاص الطيارة علشان يهربوا بيها. بس قبل ما يركبوها بيظهر ماك وبرايد بيتراجع منه وبيهرب. ماك بيدمر ديل الطيارة. ديفيز بينقذ كات قبل ما كانت هتموت، وكات بتقول له انا افتكرتك مت. قال لها الرصاصة ما صابتنيش في اي مكان خطير. بعدين بنشوف ديفيز بيؤمر كات انها توصل لراسل وتطلب منه يوقف اطلاق النار والقنبلة الام علشان لسه في نص المدينة ما اتدمرش، وان هو وماك هيتكفلوا بالوحشين التانيين. وبعدها بيتواصل مع ماك وبيفهموا انهم لازم يقتلوا ليزي ورالف. وماك بيقدر يضرب ليزي بالقضبان الحديد وبيتقاتل مع رالف وبيرمي رالف بعيد. وبعد فترة من القتال بيقدر ماك انه يضرب ليزي في عينيها، وبكده بيقدر يقتل التمساح للابد. بليك شاف اللي حصل وفهم ان ماك في صفهم وبيؤمر بالغاء القنبلة الام. ماك كان تعب جدا وبيستريح، وديفيز بيقول له انت انقذتني من الموت وسوا قدرنا ننقذ المدينة. والاتنين بيسلموا على بعض. بس بعدها ماك فجأة مش بيطلع نفس وبيموت. ديفيز بيتصدم وبيحزن عليه جدا، وكات بتواسيه وبتقول له انت قدرت تنقذ حياة الملايين من البشر. بيشوفوا الاهالي وهي بتحضن بعض، بس بعدها ماك بيحرك ايده وبيطلع انه عايش ولسه ما ماتش، وكان بيهزر مع ديفيز. ديفيز بيفرح جدا انه طلع عايش، وبيفكر مع كات وراسل هيحطوا ماك فين دلوقتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوف كل الأفلام والملخصات اللي جاية. سلام.